بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، وحلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين. أتمنى إن هي تعجبكم وتكون حلقة مفيدة وموجزة إن شاء الله رب العالمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة يا رب العالمين. جايب لكم النهارده فكرة جميلة جميلة جميلة، يعني أرجوكم ابقوا معنا إن شاء الله رب العالمين. طبعا يا أحباب، تربية الفراخ داخل البطاريات بيقابلها بعض المشاكل. من ضمن المشاكل اللي بتقابل الناس في البطارية، المبل ما بينزلش مية. المبل ما بينزلش مية، بيتسد. ده طرق سده للأسف الشديد بتبقى منك أنت. ليه؟ لأنك أنت ما بتهتمش بنظافة الجردل اللي بيتحط فيه المية. لازم الجردل اللي بتحط فيه الميه وبتحط فيه العلاج يوميا تشيله وتغسله وتنظفه كويس جدا. ليه؟ لان بيبقى فيه رواسب بتنزل في قلب الخرطوم، ومن الخرطوم للمواسير وتسد المبل من جوه. فللاسف انت ما بتعرفش انك انت تسلكه، ولكن التسليك بتاعه بفضل الله سهل ان شاء الله رب العالمين. خليكم معايا ان شاء الله واعرفكم ازاي بيتسلك بامر الله. وان شاء الله رب العالمين يا احباب، اهتموا بس شويه بالطيور بتاعكم، وهتلاقي الدنيا طيبه بفضل الله. وربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم. ونخش على طول ازاي ان احنا نسلك المبل من السداد بتاعه الداخليه. بكل بساطه يا احباب، بكل بساطه. شايفين يا احباب، انا بجيب حته خشبه زي دي كده ومن بره خالص وبعمل كده اهو. شايفين اهو المبل كان مسدود وبدا ينزل ميه اهو. انا بحاول اقرب اهو، الميه نزلت اهي. واخدين بال حضراتكم اهي، بدات تنزل. اي مبل تك عليه كده شايفين حضراتكم اهو، بينزل على طول الميه بفضل الله. تضرب فيه مره او اتنين تلاقي الموضوع بقى سهل اهو. بص حضرتك، بتنزل الوسخ الاول، بتلاقي الوسخ نازل اهو يبدا ينزل لك الميه على طول. واخد بال حضرتك؟ فبكده ان شاء الله رب العالمين المساله سهله وبسيطه، بس هي عاوزه ايه؟ يعني توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان يدلك ان ازاي المبل ده يتسلك. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دلنا على الطريقه الطيبه ديت. ارجو من ربنا سبحانه وتعالى ربنا ينفعنا واياكم يا رب بالعلم الطيب دوت، وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب طاعته. ارجو يا احباب الاشتراك في القناه وتشجيعي، وبتشجيعكم الطيب ده والاشتراك الطيب في القناه انا هعلى وانتوا هتعلم برضا ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا يا رب العالمين. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب الخير كله، واتمنى ليكم التوفيق في كل مشروع تعملوه، اللهم امين. فطبعا الاخ اللي كان بيسالني بيقول لي ازاي بنسلك المبل، دي طريقه تسليك المبل بفضل الله، وطريقه سهله. بدل ما حضرتك بتقعد انك انت تبقى محتار ما انتش عارف هتعمل ايه. طيب هفك القب كله، طيب هعمل ايه، هغير الجلده بتاع المبل. لا، المساله بسيطه خالص. الجلده دي يا احباب ما بتتغيرش الا لا قدر الله كان بيسقط مبل، بيسقط ده انت تغيرها. انما انك انت عاوز تسلكها وهي مسدوده، هي كانت الطريقه ديت، وطريقه سهله جدا جدا جدا، وبالتوفيق ان شاء الله رب العالمين. ارجو يا احباب الصلاه على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكل سنه وحضراتكم بالف صحه وسعاده وخير يا رب العالمين، ويجعلها سنه الفرج والسعد علينا وعلى امه النبي محمد وعلى العالم كله يا رب. يا رب اجعلها سنه آمنة مطمئنة يا رب على العالم كله يا رب، واجعل الأمن والأمان يا رب العالمين هو طريق الحياة الطيبة للجميع، اللهم أمين. يعني أتمنى حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين. المرة الأخيرة أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس. وكان معاكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.